السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طبق المسقعة الجميل ده. هو طبق بسيط جدا واقتصادي، وكل المكونات هتلاقيها عندك وفي بيتك. طبعا زي ما انتوا شايفين المكونات قدامكم. ببدأ أحط معلقة أو معلقتين من الزيت، بحمر فيهم معلقتين مفرومين من الثوم، وانتي بتحمري الثوم قبل ما يوصل للون الذهبي معاكي حطيله معلقه من الكزبره ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وقلبيهم كويس. واول ما يوصلوا للون الذهبي حط لهم معلقه خل صغيره، بتديكي نكهه للصلصه اللي انتي بتعمليها، نكهه جميله جدا وريحه ما اقولكيش. بضيف لها دلوقتي الطماطم وبسيبها على النار لغايه ما تتسبك كويس قوي. بكون طبعا قليت كل المكونات بتاعتي اللي هي البطاطس والبتنجان والفلفل، بكون جهزتهم، قليتهم كلهم وجهزتهم. بكون طبعا سلقت الذرة زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ احط حبة صلصة صغيرين في الصينية، وبحط عليها البطاطس المقلية. ممكن تعمليها مكعبات، ممكن تعمليها صوابع، بس انا بفضل ان انا اعملها صوابع. واضيف عليها البتنجان المقلي. طبعا انا بحب البتنجان شرايح رفيعه زي كده عشان ما يشربش معايا زيت كتير. واضيف معاهم الفلفل، واخر حاجه من على الوش بحط الذره المسلوقه. يا جماعه الذره المسلوقه انا بحب استخدمها في كتير من وصفاتي، بتدي نكهه وطعم جميل، وفي نفس الوقت بتديني قيمه غذائيه عاليه، بالذات لما يكون عندك اطفال صغيرين. ببدا احط الصلصه كده على الوش عشان تتشبع كلها منها. المفروض ان انا احطها على البوتاجاز لمدة 5 دقايق او 10 دقايق تغلي، بس انا بفضل ان انا احطها على الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت من على الفرن. بذمتكم في اكلة ألذ واسرع من كده؟ مع رغيفين عيش بلدي بقى، ويا سلام على الطعم والجمال. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل وصفات ام مالك. يا سلام على الطعم والريحة الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.